إذا تحلى بروح المسؤولية وتعامل مع الناس بالأطر والقيم والأخلاق والأعراف وقيم المسؤولية، هذا أنا عون وسند له. لكن أن يتجرد عنها هذا يتحمل مسؤولية نفسه. هذا ابني وابن كل شهيد. للأسف الشديد الذي حصل خيف دماء الشهداء. الشهداء لم يذهبوا إلى الجبهات ويواجهوا العدوان ويضحوا من أجل أن يأتي ما حدث لهذا الطفل الذي ألمنا جميعا. هذا شيء مؤلم جدا. دماء الشهداء يجب أن نحافظ عليها. الناس صمدت، كل الشعب اليمني صمد، ما صمد من أجل أن تحصل هذه البلطجية. هذه البلطجية ليست من قيمنا وليست من أخلاقنا. يجب أن يعرف كل مندس وكل دخيل أن يريد أن يشوهنا بهذه الأخلاق النكرة علينا. هذه ليست من شيمنا وليست من أخلاقنا أبدا. هذا أنا أعتبره تصرف فردي، تصرف مسيس، لكن في نهاية المطاف ليس التصرف الذي يلبي تطلعات دماء الشهداء. قدموا أرواحهم رخيصة من أجل أن يعيش هذا البطل وغيره من ملايين الأبطال في الجمهورية اليمنية من الشباب الناشئين في أمن واستقرار وفي رعاية وفي احتضان من رجل الدولة. مش يعني يحس إنه وحش رجل الدولة ما يقبل عليه. ما حصل كان مؤسف جدا وألمني جدا، ولم يرتاح ضميري إلا لما وقفت هنا واعتذرت أمامه. أخي سامح في الحق الشخصي، لكن في حق الدولة الموضوع لا، أنه تفصل من عملك. شكرا لك.